ليه الناس بقت أقل صبر في العلاقات؟ للأسف تغيير العصر والضغوطات الحياتية وانتشار أصلا ثقافة الاستهلاك السريع خلت الناس أقل صبر بشكل عام. بقينا متعودين على تلبية رغباتنا بضغطة زرار واحدة، وده طبعا انعكس لا شعوري على توقعاتنا من العلاقات. فبندور دايما على الكمال السريع، بنميل للانسحاب عند أول مشكلة بتواجهنا من غير ما نحاول نصلح أو نتفاهم. من الآخر ما بقاش فيه صبر. طيب خلينا أديك شوية أسباب لتراجع معدلات الصبر في العلاقات. أولا، تأثير التكنولوجيا طبعا ووسائل التواصل الاجتماعي، زي ما قلنا كله بضغطة زرار واحدة بيتحقق. اتنين، الخوف من استنزاف الطاقة. الناس دلوقتي بقت تبعد عن المشاكل وعن أي علاقة محتاجة مجهود، وبيجروا أميال منها، بالرغم ان ده مش طبيعي. المفروض ان احنا نقف ونعمل شوية مجهود عشان نحس بالنتيجة. كمان من أهم الأسباب ثقافة البدائل المتاحة. للأسف برامج التعارف وشبكة التواصل الاجتماعي خلت فكرة ان انت تلاقي شخص تاني بديل باينة انها سهلة جدا، وده للأسف بيقلل من الحافز بتاع التمسك بالشريك الحالي، او ان انت تصبر على عيوبه، او ان انت تحاول تعمل مجهود عشان توصله. كمان ارتفاع سقف التوقعات، برضو من كتر اللي بنشوفه على السوشيال ميديا بعض الناس بقت تدور على الصورة المثالية الخيالية أصلا للعلاقات اللي مش موجودة، وبالتالي لما بيصطدموا بالواقع بيلاقوا إنه مفيش صبر إن احنا نفضل نبص وندور ونعمل. لأ، احنا عايزين حاجة كاملة سريعة. سبب تاني وهو التركيز على الفردية. كله بقى حاسس إن هو حر ومعتمد على نفسه، ومش عايز يتنازل أو يلتزم في أي علاقة. علشان كده محتاجين إننا نتواصل تاني بشكل صح، نبص الأمور بشكل صح ومتوازن. يا جماعة، البني آدمين الكويسين ملهمش بديل. البني آدم الكويس لازم نعمل مجهود علشان نحتفظ بيه. فكرة إن كل حاجة متاحة حوالينا دي غلط جدا. ممكن تكون في الحاجات اللي بنشتريها، أكل شرب، حاجات في البيت، لكن مش في البني آدمين. البني آدم قيمته عالية جدا. محتاجين نرجع نحس بقيمة بعض وبقيمة تواجدنا مع بعض. مفيش حاجة اسمها كمال، مفيش حاجة اسمها علاقة من غير مشاكل، ومفيش حاجة اسمها هدوس على الزرار أغير الشخص اللي معايا.